بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة المصري والزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباراة طبعا مش أفضل حاجة من النادي المصري، ومباراة فقد فيها جمهور النادي المصري الشغف والمتعة من الفريق بغض النظر عن التعادل. سواء تعادلت أو كسبت، الجمهور محتاج إن هو يشوف الشكل العام كويس في الملعب، أو الفريق له هوية في الملعب. لكن أنا بتكلم النهاردة على النادي المصري، جمهوره مش حاسس بالشكل، او بنتكلم بقى بصراحه مش حاسين ان المصري في تغيير في الملعب، او في شكل للعيبه، او في روح. بصراحه يعني بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك، لكن الزمالك حاليا مش في احسن حالاته. الزمالك كان في المباراه افضل من المصري بكتير، الزمالك وصل كتير، جاب هدف واتلغى. الزمالك كان افضل من المصري في اكتر من اغلبيه المباراه. النادي المصري بصراحه ما تعرفش المصري بيدافع ولا بيهاجم ولا بيلعب على المرتدات ولا ايه بالظبط. هنتكلم النهارده ان شاء الله معاكم في شكل الخطه اللي المصري بدأ بيها، برضه عشان نكون منصفين بصراحه. كابتن انيس بوجلبان ما بنحطش لوم عليه اكتر، برضه يعني اللوم برضه يعني اللعيبه لها دور. راجل جاي في فتره صعبه بعد طبعا تغيير جهاز فني، مش هو اللي مختار اللعيبه. ليه خطه بيلعب بيها ممكن اللعيبه مش قادره تنفذها، او اللعيبه مش قادره تستوعب فكره. مش يعني في بطولات خرجنا منها، وكان بطولات نأمل ان احنا جمهور النادي المصري البطولات دي كان المصري يقدر ان هو يحسمها او يوصل لابعد مدى فيها، وخرج منها. برضو عشان نتكلم بما يرضي الله، الراجل جاي في وقت ما هوش هو اللي مختار اللعيبه، او التغييره بمعنى اصح. شايفها وبتكلم فيها بصراحه، التغييره في التوقيت ده لجهاز فني ما كانتش افضل حاجه. ولكن زي ما بيقولوا كده، لا نبكي على اللبن المسكوب. فخير، في فتره صعبه النادي المصري محتاج ان انت النهارده تنافس. البطوله الوحيده بالنسبه لك دلوقتي ان انت تخرج موجود في المربع الذهبي، عشان تقدر ان شاء الله ان انت الموسم الجاي تلعب افريقيا تاني. فانت بالنسبه لك مفيش اي حاجه بالنسبه لك في هذا الموسم غير ان انت تفنش في المربع الذهبي. فنأمل ان شاء الله جمهور النادي المصري دائما وابدا بيساند للفريق وللجهاز الفني. فان شاء الله القادم يكون افضل باذن الله، والنادي المصري قادر معاه سكواد محترم، مع لعيبه محترمه، معاه جهاز فني محترم، قادرين ان هم ان شاء الله يعني يفرحوا جمهورهم ولو يعني بابسط حاجه، وان هو ينهي ان شاء الله في المربع الذهبي. ومنافسه صعبه مش سهله. انت معاك في ظهرك البنك الاهلي وسيراميكا، البنك الاهلي اقرب منافس ليك، فرق بينه وبينك 3 نقاط. هنتكلم برضو فيها اكتر ان شاء الله. نتكلم برضو على الخطه اللي لعب بها النادي المصري مع حضراتكم، وهنشرح سبب برضو ان المصري ليه ملوش شكل وملوش هويه في الملعب، هنتكلم برضو فيها. لو اتكلمنا طبعا الخطه اللي لعب بها النادي المصري، يعني بدأ كده كابتن انيس بتشكيل يعتبر 5-3-2. بدأ بمحمود جاد في حراسة المرمى، 2 مساكين: باهر المحمدي، خالد صبحي. باك يمين احمد عيد، باك شمال عمرو سعداوي. 3 في نص الملعب: محمود حمادة، محمد مخلوف، احمد عامر. 2 يعتبر هافات كده بالتغييرات في الملعب: ميدو جابر وعبد الرحيم دغموم، ورأس حربة صريح صلاح محسن. دي برضو شكل الخطة كده لو هنتكلم 5-3-2. يعني الكابتن أنيس، زي ما شاهدنا الكابتن أنيس مع فريقه في تونس قبل ما يجي النادي المصري، بيعتمد على الأجنحة، وأكتر شغله دايما سواء 5-3-2 أو 3-5-2، أو بتتغير الخطة في الملعب ل 4-2-3-1. لكن أنا حاسس إن لعيبة المصري مش قادرة إن هي تستوعب، أو اتعودت على لعب خطة معينة. فنتمنى ان شاء الله يكون ان شاء الله القادم افضل للعيبه وللجهاز الفني في المباراه القادمه. المباريات كلها صعبه ما هي سهله. نتمنى يكون القادم افضل باذن الله للنادي المصري وجمهوره اللي يستحق ان شاء الله فرح. ده شكل اللعيبه برضو في الملعب كده، يعني لو الصوره باينه مع حضراتكم. نتكلم بقى كده على ملخص المباراه، عاملين ملخص مع حضراتكم زي ما عودنا حضراتكم كده. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم تعتبر خطه 5-3-2، وتتغير خطه اللعب في اوقات المباراه لتكون 4-2-3-1، لكن بدون اي شكل او جمله مفهومه. بدأت المباراة بداية هجومية من الفريقين، ومع أول دقيقتين من بداية المباراة ضربة ركنية للزمالك، ومعها أول خطورة على مرمى النادي المصري. محمود جاد بيرتقي لها دونجا برأسية وتعلو مرمى النادي المصري. وفي الدقيقة العاشرة أول بداية للنادي المصري، يعني أول ظهور بقى للنادي المصري إجا المباراة بعد يعتبر 10 دقائق من بداية المباراة، بكرة ملعوبة من صلاح محسن لدغموم، وينفرد دغموم ولكن يتأخر في لعب الكرة
وشك في ركله جزاء، وحكم المباراه يستكمل اللعب ولا وجود لركله جزاء. وجهه نظر الكره ديت يعني المصري او اللعيبه كانت بتقول ان الحكم يشوفها وفيها ضربه جزاء. انا شايف بصراحه ما فيش فيها ضربه جزاء، ما فيش فيها ضربه جزاء. دغموم اتاخر فيها، او عبد الرحيم دغموم لعب اكتر ان هو حط في دماغه ان هو يلعب على ضربه الجزاء اكتر من ان هو يسجل هدف، لكن ما ترتقيش لركله جزاء بصراحه. في الدقيقه 15 بقى وبعد ربع ساعه لعب، لقطه من الكابتن انيس بوجلبان توضح احتياج المصري من المباراه. يعني الراجل عايز يكسب ويطالب لاعبي المصري بالضغط العالي من نصف ملعب الزمالك. والاغرب من اللقطه ان المدير الفني هو من يضع الخطه والشكل للفريق داخل الملعب. يعني هو برضو حاجه تنقسم بين الاثنين، بين المدير الفني واللاعب. في الدقيقة 20 أول إنذار مجاني، برضو لينا لوم هنا على عبد الرحيم دغموم. أول إنذار مجاني للنادي المصري عبد الرحيم دغموم، واعتراض بدون داعي. يعني دغموم أنت النهارده خدت إنذار بدون داعي. كورة ممكن تبقى فاول ليك وأنت عاوز الفاول ليك، الحكم ما حسبوش، لكن ما فيش فيها مشكلة، ما سببتش إن غيرت شكل المباراة. فاول في نص الملعب عادي. الاعتراض بتاعك خدت إنذار، كلفك ان النهارده انت في المباراه الجايه قدام النادي الاهلي مش لاعب، والفريق النهارده في احتياج كل لعيب. فدي مانيش عارف قله خبره، لا انت المفروض ان انت لعيب النهارده عندك خبره، ما انتش لعيب صغير في الفريق ولا واحد من نجوم الفريق اللي الفريق بيعتمد عليهم. فانت النهارده عشان تغيب في مباراه مهمه او اي مباراه قادمه مهمه اي لعيب يغيب فيها بانذار بدون داعي، لا ديت قله خبره، ويعني يستحق عليها انه يكون في وقفه هنا. بتكلم بصراحه اللقطه ما عجبتنيش. بعدها باقل من دقيقه فاول لدغموم على حدود ال 18 الزمالك، وحكم المباراه، لا دي بقت كانت فاول بصراحه، حكم المباراه لا يشاهد اي ركلات حره للنادي المصري. في الدقيقه 25 كره خطيره للنادي المصري عن طريق محمد شحاته، اسف للنادي الزمالك عن طريق محمد شحاته، واحد من نجوم الماتش بصراحه يعني في النادي الزمالك محمد شحاته، وهو حصل على جائزه رجل المباراه. يتلاعب بدفاع المصري وحارسه ولكن ينهيها خارج مرمى محمود جاد وتمر بسلام على النادي المصري. دي كانت فرصة هدف محقق لنادي الزمالك. يعني الفرصة دي اللي هو رقص فيها أكتر من اللاعب ودفاع المصري، لكن مرت بسلام على دفاع النادي المصري وعلى حارس مرمى محمود جاز وعلى جمهور النادي المصري. يعني جمهور النادي المصري مش مستحمل أي مشكلة، يعني التعادل برضو أفضل من الخسارة. في الدقيقة 25 كرة خطيرة لنادي الزمالك عن طريق لعيبه محمد شحاتة، ده قلناها أنا آسف. في الدقيقة 29 لعبة بتهور من دونجا، بقى دي اللعبة بقى اللي ممكن نقف عندها كده مع حضراتكم يعني دقيقة كده سريعا. في الدقيقة 25 لعبة خطيرة، احنا مصممين على كرة شحاتة، هي كرة حلوة وكل حاجة بس خلاص عدنا. في الدقيقة 29 لعبة بتهور من دونجا مع عمرو سعداوي، وكاد أن يتسبب في إصابة لعمرو سعداوي، وحكم اللقاء هنا بقى في لوم هنا على الكابتن أمير عمر وعلى حكم الفار. يشاهد مباراة أخرى. يعني أنت إزاي أصلا حتى لو حكم المباراة والفار يعني ما شافش اللقطة، الفار المفروض إن هو بيراجع كل كورة ويستدعيه تاني للكورة دي. دي كانت الكورة في الدقيقة 32، يعني حتى معانا لقطة الكورة اهيت برضه هنشاهدها مع حضراتكم. كرة تدخل دونجا مع عمرو سعداوي. كرة بصراحة يعني الحمد لله إن عمرو سعداوي عدى من الكرة ديت وما اتصابش فيها إصابة كانت كنا ممكن نشوف إصابة القندوسي مرة أخرى. يعني الحمد لله إن عدت بسلام على عمرو سعداوي، تدخل يعني مش عايزين نقول تدخل في أذى جامد. كرة ايه مع حضراتكم لو انتوا شايفينها، دونجا داخل بالستارز ومكتم في رجل عمرو سعداوي. يعني نحمد الحمد لله الحمد لله ان سعداوي رجله ما كتمش رجله في الارض، او ان هو ثبت رجله في الارض، ده كان كسر رجل عمرو سعداوي خالص. تدخل والله انا بتكلم بمرض الله، التدخل حتى لو من لاعب المصري على الزمالك هتكلم فيه، يعني بنتكلم بحياديه. تدخل صعب، تدخل اذى، تدخل المفروض الفار طبيعي، حكم الفار بيراجع، حكام الفار بتراجع. تعالى يا كابتن امين عمر راجع الكوره، شوف الكوره، لان الكوره فيها تدخل صعب. هو بقى يشوف يقدر يقول تستحق طرد ما تستحق انذار، كان يقدر ان هو يحكم فيها. انما حتى الفار غريبا انه ما يراجعوش في الكوره دي. الحمد لله ان هي عدت بسلام على لاعب النادي المصري عمرو سعداوي. استكمل بقى مع حضراتكم. وقفنا لحد، لا ما وصلناش لحد هنا كده. طبعا في بقى بعدها كرة عرضية رائعة من سعداوي يلعبها صلاح محسن برأسية ويتصدى لها عواد، وبعدها تحتسب تسلل على النادي المصري. النادي المصري ما وصلش كتير بصراحة. وبعد أكثر من نصف ساعة
يعني نتكلم برضو، اسفين برضو كده مع حضراتكم، بعد اكثر من نصف ساعة، نصف ساعة في الشوط الاول، شوط جيد يعتبر جيد هجوميا، مع ان النادي المصري ما وصلش كتير، يعتبر جيد هجوميا، لكن كان ينقص النادي المصري انه ينهي الفرص بشكل افضل، والتنظيم الدفاعي في مرتدات الزمالك، لان مرتدات الزمالك كانت خطر على النادي المصري. وفي الدقيقة 38 تسديدة من خارج ال 18 من محمد شحاتة، ولكن في منتصف المرمى وتصدى لها جهاد بسهولة. في الدقيقة 44 آخر أنفاس الشوط الأول، ركنية للزمالك يرتقي لها ناصر منسي، دي كانت كرة خطيرة للزمالك، كانت قريبة من هدف، وتمر بجوار القائم الأيسر للنادي المصري، ويحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول، وينتهي الوقت بدل الضائع، وينتهي معهم الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. بدأ الشوط الثاني سريعا، طبعا بدأ ببداية هجومية من الزمالك، وباص خطأ من لاعب المصري باهر المحمدي بعد تقدمه النصف الملعب. باهر يتسبب في كرة مرتدة للزمالك، وبكرة عرضية أرضية كده مصطفى شلبي من الجانب الأيسر، طبعا عمل عرضية يسددها دونجا، وكانت أيضا قريبة من هدف أول للزمالك، وتعلو القائم لمحمود جاد. ويأتي المصري بعدها ب10 دقائق من بداية الشوط الثاني كما بدأ الشوط الأول. يعني النادي المصري مصمم في الشوط الأول والشوط الثاني إن هو يبدأ بعد 10 دقائق كده إن هو يجي الماتش. وبالتحديد في الدقيقة 57 تسديدة من محمود حمادة، كانت تسديدة جيدة. وبمناسبة محمود حمادة، واحد بصراحة من نجوم النادي المصري في المباراة دي، وشايفه من اللعيبه المميزه في خلال المباراه اللي فاتت. يعني كان دايما الجمهور فيه انتقاد، لكن لما بيبقى اللاعب كويس الناس بتشيد بيه والجمهور بيشيد بيه. نتمنى اللعيبه كلها المستوى يبقى افضل، واللعيبه كلها الجمهور بيساندهم، ونتمنى ان نشوف لعيبتنا في احسن صوره وفي احسن حال. كانت تسديده طبعا من خارج ال 18، لكن تعلو عارضه محمد عواد. وفي الدقيقه 62 تشهد هدف اول لنادي الزمالك عن طريق ناصر منسي بعد مراوغة لقلبي دفاع المصري باهر وخالد صبحي، ويسددها ناصر منسي ويعلن عن هدف أول للزمالك، وفرحة لم تكتمل للاعبي الزمالك وجمهوره بعد رجوع حكم اللقاء للفار واحتساب الكرة لمسة يد على ناصر منسي قبل تسجيله للهدف. طبعا شفنا الهدف، والكرة فعلا لما رجع الحكم للفار ما خدش فيها يعني أقل من 10 ثواني بالفعل. ده النهارده اللعبة فيها تأثير، اللعبة لمسة يد على ناصر منسي، وبالفعل اتلغى الهدف، وهو هدف طبعا ملغي وصحيح، ان هو صح ان هو يتلغى يعني. طبعا بقت النتيجه كما بدأ اللقاء 0-0 ويسيطر الزمالك ويدافع المصري بشكل وتمركزات خاطئه من لاعبيه. والدقيقه 69 تسديده من حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، لكن يتألق ويخرجها جاد، وفي نفس الهجمه عرضيه ارضيه من مصطفى شلبي يسبق فيها محمد شحاته مدافع المصري ويلعبها بكعب، كان قريب لهدف اول للزمالك، لكن جاد يتألق ويخرجها مره اخرى. واحد ايضا من نجوم النادي المصري برضه في المباراه دي وفي الفترات الاخيره محمود جاد. يسيطر الزمالك على ما بقى من الشوط والمباراة، لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى المصري وحارسه محمود جاد. ويجري المصري 3 تغييرات خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة بنزول كريم العراقي، حسين فيصل، صمادو، جون أوبوكا، وفخر الدين بن يوسف، ولكن تغييرات متأخرة من المدير الفني. ويحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع للشوط الثاني والمباراة، وينتهي الوقت بدل الضائع وتنتهي مع المباراة كما بدأت 0-0، والفريقين يتقاسما كلاهما نقطة لكل فريق، ونقطة لجمهور المصري من أداء لاعيبة المصري والشكل الخططي من جهازهم الفني بقيادة كابتن أنيس بوجلبان. عشان نكون منصفين، المصري حتى النهارده أنت متعادل مع فريق كبير زي نادي الزمالك، زي ما قلنا في بداية الكلام، حتى لو مش في أفضل حالاته، لكن يظل الزمالك والأهلي فرق مقدمة، قطبي الكرة المصرية، فرق كبيرة، فالتعادل معاهم مش وحش. أنت بتتعادل معاهم برضو، بتفضل بالنقط زي ما أنت وبتزيد نقطة النهارده. لكن احنا بنتكلم جمهور المصري محتاج يشوف الفريق ليه شكل. حتى انت في عز لما كنت بتخسر مباريات لكن ليك شكل وبتوصل كتير، الجمهور ما بيكونش زعلان. فمحتاجين من لعيبه النادي المصري الفتره القادمه باذن الله الشكل يكون افضل ان شاء الله. نتمنى الافضل، ودائما جمهوركم في ظهركم كجهاز فني ولاعيبه. انتوا لاعيبه كويسه، لاعيبه رجاله ونجوم، ومعانا سكواد محترم. فنتمنى ان شاء الله يكون القادم افضل ان شاء الله، والنادي المصري ينهي الدوري في احسن صوره باذن الله في المربع الذهبي، وان شاء الله يكون القادم خير للنادي المصري وجمهوره. لو هنتكلم كده سريعا ايضا ترتيب المجموعه، تحديد البطل اللي هي فيها المنافسه على المقدمه للدوري، وفي طبعا الفرق اللي هي تلعب في افريقيا. بيراميدز 47 نقطه، الاهلي 43 نقطه، الزمالك 39، المصري طبعا بعد التعادل بقى 35، كان 34 قبل مباراه الزمالك. البنك الاهلي اقرب منافسينك 32، اقل منك بمباراه. سيراميكا اقرب منافس ليك 27،
فاركو 26، بتروجيت 25، حرس الحدود. لكن لو هتتكلم بقى المصري والمنافسين ليه، البنك الاهلي وسيراميكا. البنك الاهلي النهارده 32 نقطه، اقرب منافس ليك، وعنده مباراه اقل منك، يعني يكسب المباراه الجايه، لان المصري الاسبوع القادم باي ماهوش موجود، هيلعب المباراه اللي بعدها. فالبنك الاهلي يكسب المباراه الجايه بقى 35 نقطه زي. فالدوري صعب، المنافسه معاك على المربع الذهبي صعبه. اللعيبه ان شاء الله تكون قدها ورجاله، والجهاز الفني ان شاء الله يكونوا موفقين، ونشوف النادي المصري ان شاء الله في احسن صوره في القادم باذن الله. ودي كان ملخص كده للمصري والخطه اللعب ان شاء الله، يعني ملخص لمباراه المصري والزمالك. نتمنى نكون دائما وابدا ضياف خفاف على حضراتكم، ونتمنى الا نكون اطلنا في الحديث يعني. وفي اخر الكلام، وما اجمل بدايه ونهايه للكلام، بالصلاه والسلام على سيد الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.